السلام عليكم. حلقتنا اليوم طريقة حظر الهواتف من الواي فاي. إذا حظرت الهاتف لا يمكنه الاتصال بها حتى ولو أخذ كلمة المرور أو الباركود، أو السماح لأجهزة محددة بالاتصال بالواي فاي. كما ترون الآن لدينا هاتفين، واحد متصل بالشبكة وواحد لا. حنعطيه الباركود لهذا الهاتف. كما ترون رح نتصل فيها. كما ترون لن يتصل. لنجرب نعطيه كلمة المرور. أنا كلمة المرور وضعها من 1 ل8. كما ترون لن يتصل. وآخر شي بيعطيك تم رفض الشبكة، ما راح يتصل. أعطيناها باركود من هذا الهاتف لم يأخذها، وأعطينا كلمة المرور ولن يتصل، كتب تم رفض الشبكة. إذا أردت هذه الفيديو تابع الفيديو للنهاية وسترى النتيجة. قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة والصلاة على النبي، ويلا بنا. الخطوة الأولى هو الدخول إلى إعدادات الراوتر. نضغط على عرض المزيد، ثابت، البوابة، ننسخ أو نعطيه فتح. فتح معنا إعدادات الراوتر. كما ترون أنا واضع كلمة مرور من 1 ل8 واسم الشبكة صلاح. نضغط إلى الإعدادات، نفتح، سأترجمها للعربي لكي الجميع يستفيد. نضغط على اللاسلكي على تصفية عنوان MEC. طبعا أنا هدول الهواتف الذي وضعهم ضيفهم هو الهواتف الوحيدين الذي يمكنهم الاتصال بالشبكة. هنا يوجد خيارين: السماح للأجهزة المدرجة بالوصول إلى الشبكة، ويتم رفض الأجهزة الأخرى. يقصد أن الأجهزة المضافة هنا هم الوحيدين الذي يمكنهم الاتصال بالشبكة. الخيار الأول: أرفض الوصول للأجهزة المدرجة إلى الشبكة، بينما يسمح للأجهزة الأخرى. يقصد بأن الأجهزة المضافة هنا يمكنني حظرهم، هم المضافون هنا، أما باقي الأجهزة يمكنني إضافتهم. طبعا أنا سأضيف هاتف، سأضغط على إبطال يحفظ. سأضيف الهاتف الذي لم يتصل في بداية الفيديو. نضغط هنا على قائمة العملاء، نعطي ينعش. سنذهب إلى الهاتف ونتصل به. سنضيف الشبكة هنا، نضغط عليها، نضع كلمة المرور من 1 ل8. كما ترون نعطي اتصال. كما ترون اتصل معنا بكل سهولة. نبحث عن الهاتف الذي اتصل، لكن نوقف الترجمة لكي ننسخ العنوان مظبوط. اسم الهاتف أوبو A15. ننسخ عنوانه، نعطي نسخ. بعد ما نسخنا العنوان نذهب إلى التصفية ونضع العنوان هنا الذي نسخناه، ونكتب اسم الهاتف أو اسم الشخص، لكن حصرا في اللغة الإنجليزية. نعطي يضيف. كتب لي لا يسمح باستخدام أحرف كبيرة، سنضع أحرف صغيرة. نعطي يضيف. نعطي يضيف.
تمت إضافة الهاتف أوبو A15. هذا هو العنوان. بعدها نضغط على enable، نعطي سيف. هكذا الهاتف أضيف إلى الشبكة وسيتصل من جديد. عندما وضعنا هنا ضغطنا على enable، لا يمكن اتصال الأجهزة الغريبة، فقط الأجهزة التي ضفناها هنا. نتأكد بأن العملية تمت بنجاح، ونتأكد أن محطوط enable. وهكذا تمت إضافة الهاتف الذي نريد السماح له بالاتصال بالشبكة. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى منكم أعجبكم واستفدتم منه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضع لنا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل شي جديد. وإن كان لديكم أي آراء اتركونا في صندوق التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.